السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكشري من الحاجات اللي بتطلب مني على طول. الناس بتحب الكشري بطريقة ما كنتش اعرف الناس بتحب الكشري قوي كده. وهنعمل برضو الجلاش باللحمة المفرومة. طبعا الصينية دي كانت مليانة واحنا بناكل فيها دلوقتي، كل واحد اخد سندوتش. جرب الطريقة دي هتعجبك. ودي التومية والسلطة. الطريقة دي حلوة عشان لما بتيجي تقطعي الجلاش في الصينية بيوقع لحمة مفرومة، انما كده ما بيوقعش اي حاجة خالص. هنعمله مع بعض وهيعجبك. هنبتدي الاول مع بعض في الكشري عملناها مع بعض قبل كده، ففي اساسيات هقولك عليها. الصلصة بتاعت الكشري تحاولي تعمليها تقيلة متقلية، ما تحطيش فيها مية كتير، وتعمليها بالثوم مش بالبصلة. ودي الحمص بالليه قبلها ساعتين كده تقريبا يبقى حلو. لو ما بلتيش مش مشكله، بس لما بتبليه بيبقى احلى. وتسيبي الصلصه لما تتقل كده على النار وتبقى تقيله قوي. من اساسيات الكشري ان هو يبقى حر شويه، الا اذا انت ما كنتش بتحبي الحاجه حاره، براحتك انتي. الحمص بليته ساعتين وسلقته، والعدس بليته ربع ساعه وسلقته. ودي البصله حاولي تفتحيها شويه عن كده، الكاميرا جايباها غامقه. والرز ده رز بشعريه، مفيش اسهل من كده. والمكرونه هي دي كل مكونات الكشري. حاولي تعملي المكرونه اخر حاجه في الكشري، لان ساعات بتعجن. لو مش عايزاها تعجن حطي نقطه زيت في المكرونه وهي بتتسلق. اول حاجه تحطي الرز والمكرونه. ده طبق الكشري بتغرفيه بالطريقه دي: رز ومكرونه وحمص وعدس وصلصه او شطه. الاول لو حابه الشطه دي بيخلي طعمه حلو، حطي بالكميه اللي انت عاوزاها. ما بحطش في اغلب الناس بتحط الشطه مع الصلصه، بس انا بحط عشان كل واحد بيحتاج كميه. الاطفال بتحتاج كميه قليله او ما بتحتاجش، تشوفي انت بقى. بحط انا الشطه بالطريقه دي عشان كل واحد على حسب ما هو عاوز. شوفوا الطماطم بتاعه الكشري بتاع البيت بيبقى جميل ازاي وبيلمع والحمار بتاعها حلوه ازاي. لو جيت تشتريها من بره الصلصه بتاعتها بتبقى وحشه قوي. ما بحبش اللي احنا بنشتريه من بره عشان بيبقى لون الصلصه بني، بيحرقوا البصله دول ولا بيحرقوا التوم ولا بيعملوا مش عارفه. شوفوا شكل الكشري بتاع البيت. كل حاجه بتاعت البيت بتبقى حلوه، حتى الملوخيه. حبيت اوريلكم حله الملوخيه وانا حاطه عليها التقليه. ودلوقتي هنعمل مع بعض الجلاش. ده اليوم اللي انت مش عايز تاكلي فيه رز ولا مكرونه، فتعملي ايه؟ تعملي جلاش باللحمه المفرومه. ودي توميه والسلطه. هنعمل وقت مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. هي اللحمه المفرومه بتحط عليها، دي لحمه مفرومه فراخ على فكره. جبت صدور الفراخ كده وقطعتها وضربتها مع حته دهنه. لو عندك حته دهنه يبقى حلو، لو ما عندكش مفيش مشكله. الدهنه بتخلي طعمها حلو. وتحطيها في الحله مع معلقتين 3 زيت، وتحط البصله وتحط فلفل الوان. هنعمل كل حاجه مع بعض. هضربها الوقت في الكبه. ما تنسيش الملح والبهارات. زي ما انا وريتكم، دي الفلفل الالوان على الوش اهون، تحتيه البصله، تحتيه لحمه الفراخ اللي انا حمرتها الاول في معلقتين 3 زيت. شوفوا الالوان الجميله، شوفوا الشكل الجميل اللي يفتح النفس. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. دي كانت حشوه الجلاش. قلب فيها كده لغايه ما تستوي، وحطها في الجلاش على هيئه سندوتش. كل واحد بياخد السندوتش بتاعه وهو مبسوط. على فكره كنت عايزه اقول لكم على حاجه: الجلاش كان اتحرق مني، فاشوطت الطبقه اللي اتحرقت اللي فوق وبقى بالشكل الحلو ده. لو حصل معاك الحكايه دي، لان الشوايه بتشعوط الجلاش بسرعه. وسلام. امل يوسف. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.